الخير بقى، ليه مساء الخير عشان احنا دلوقتي متاخر بالليل، بس احنا داخلين على اسبوع قوي جدا بالدوري المصري. الزمالك عنده 6 ماتشات ورا بعض جامدين، فحابين نتكلم مع بعض كده نشوف ممكن نعمل ايه في ال6 ماتشات دول. هل الزمالك عنده فرصه ياخد الدوري ولا لا؟ هل احنا عايزين ناخد الدوري ولا بنلعب على المركز الثاني، ولا الدنيا هتمشي معانا ازاي؟ خلينا نبدا بكابتن احمد عادل الشاذلي. رايك ايه كده في الشهر اللي جاي ده؟ وده اللي هيظهر فيه باذن الله ماتش المصري الاول. ماتش المصري يوم الخميس، ده اللي هنبدا بيه، فده اللي هيبين شكل الفرقه بقى لها اسبوعين 3 اجازه، كانوا خارجين وبيتفسحوا والدنيا حلوه، فاهم؟ فده لما نرجع بقى نبدا نشوف. هو احنا ليه اخدنا الاسبوع ده؟ ليه اخدنا المده الطويله؟ مش عارف والله، انا نفسي بس لا بس الفرقه بتتدرب عادي وبيلعب ماتشات عادي. في توقف في الدوري عشان الاسبوعين دول كنا اجازه في الدوري عشان شوط افريقيا. ما عنديش مش بيجهزوا الملاعب بطوله افريقيا، كانوا بيجهزوا ملاعب بطوله افريقيا. لا هو في بس اعتقد مالهاش علاقه. طب ما الدوري هيتلعب اهو في بطوله افريقيا. ايوه، ما هي الجولات كلها واقفه عشان هو ما فيش مجال. ما دي احنا المفروض نحمد ربنا ان اساسا ممكن تبقى تثبيت الدوري واقف. بالظبط، نروح ندي اللعيبه اجازه بقى تتفسح ويسافروا والدنيا حلوه، عشان احنا بقى مرفهين. مش مفروض نعمل معسكر عشان الراجل يشوف اللعيبه دي عشان يكمل بيها ونشوف هنروح لفين. هنشوف يوم الخميس باذن الله. طب كابتن مسلم، ماتش المصري اول ماتش يوم الخميس ان شاء الله، هل دي ميزه ان هو يعني ان هو ماتش قوي جاي يوم الخميس في ازيا اول، يعني الماتش اللي جاي ماتش قوي، ولا كان الافضل نلعب مثلا حرس بنك الدنيا اخف شويه؟ لا انت كده بس انا مؤمن ان الزمالك 6 ماتشات الجايين ان شاء الله لو كسبهم ان شاء الله بنسبه بتعدي 90% الزمالك هيبقى بطل الدوري. لان انت كده لسه ليك معاك ماتش مع بيراميدز، وبيراميدز اكيد في وسط انشغاله بافريقيا دوت اكيد هيقع في ماتشات. مش شايف ان الدنيا وردي يعني عشان هو سكواد وجامد فهيكسب كل الماتشات، اعتقد دي صعبه. عندك ماتش مصري، عندك بنك، عندك سيراميكا، بيراميدز في فاركو تقريبا ومش فاكر هتفنش بمين. كده ما بقاش في ماتشات سهله. لو ما كسبتش المصري خلاص بقى انت اي بوينت بتخسره بتبعد طبعا. انا بقول لك لازم تكسب 6 ماتشات ب 18 نقطه ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله بامر الله، يعني ازاي ينافس على الدوري مستريح ياخد الدوري كمان. بس في وسط ده كله انت مطالب بكذا حاجه. دور الجمهور، انا شايف خلاص انت كده راجل بتساند طول عمرك، مش محتاجين نقول اشعار في جمهور الزمالك. ساند الفرقه 6 ماتشات عشان نقعد بقى نقول ده المهاجم ابن كذا وده شلبي مش عارف ما. خلاص ساند الفرقه وسيبها تمشي، وزي ما ترسى في الاخر خدت دوري خير وبركه. لعبت على 6 ماتشات زي ما بقول لك، انت تكسبهم على الاقل هتكون شرف المحاوله، هتلعب افريقيا تاني. لو انت لعبت 6 ماتشات انت تكسبهم، فعلى الاقل هتشارك افريقيا، وده برضو بالنسبه لي انجاز في وسط السكواد دوت واللي بيحصل في النادي ده. الدور الاهم بقى هو على الاداره. الاهلي يكسب 6 ماتشات برضه. الاهلي يكسبهم خلاص برضه، خد منك التاني. انا برضه مؤمن برضه ان انت ليك 3 نقط يتخصموا من الاهلي، فانت فارق عن نقطه. مش عايزين نخش في القصه دي دلوقتي. فانا بالنسبه لي الزمالك هو لو كسب 6 ماتشات ياخد الدوري. ليه؟ لان انا مؤمن برضه ان بيراميدز في وسط انشغاله في افريقيا بعد لك كلام تاني انه هيقع. ارجع تاني لنقطتين مهمين في القصه دي، يعني افنش بيهم قصه ان الزمالك ليه حظوظ في الدوري ولا لا. هو دور الاداره. عندك حاجه، اول حاجه اعمل مكافآت ماتش بماتشه للفرقه للعيبه سيدي، حتى لو انت مش مقتنع. انا سمعت ارقام كوميديه 25,000، فيعني بغض النظر احنا بيجيبوا بقى زبادي وحاجات هم طالعين حاجه حلوه يعني 25,000 فاهم. ال 25 مكافاه لكل لاعب على الفوز للماتشات يعني. المهم يعني ما علينا، الاداره المفروض تستوعب الكلام شويه. بيهم شوكولاته الاسر وانت طالع على فكره. فالاداره تفهم شويه لان هم 6 ماتشات هو شهر. يعمل مكافآت محترمه للفرقه، اقفل على الناس ويمشي ماتش بماتشه يعتبره كاس. صح. فانا مؤمن دايما مع الزمالك في حاجه، لما بتضيق خالص معانا بتفرج لوحدها، ودي انا مؤمن بيها في الزمالك يعني منذ تشجيعي بغض النظر عن بدايتي. لكن هو اخر 3-4 سنين خدنا 2 دوري وكاس وسوبر وجاب سوبر افريقيا من الاهلي، واحنا مش موجودين يعني النادي مش موجود اصلا. فالزمالك كده لو بس اللعيبه امنت انهم يلعبوا في نادي الزمالك، نادي كبير، والاداره زي ما بقول لك وفرت القصه اللي هي تدي مكافآت ماتش بماتشه، لا الزمالك موجود ويقدر ياخد دوري ان شاء الله. الاهلي وبيراميدز هيكسبوا ماتشاتهم. هما الاثنين يعني الاهلي ما قداموش فرصه غير الدوري، فاكيد يقاتل مقتول على الدوري. بيراميدز هو اللي ممكن يفقد نقط عشان هو يلعب نهائي افريقيا وعنده نهائي كاس، فعنده يعني هو نهائي كاس هيبقى 90% بعد الدوري صح؟ في الغالب هو في كل الكلام هيبقى 6-6 بعد الدوري.
بس هيبقى نهائي افريقيا ما تحددش امتى لا ليه يوم 24 لا الفاينل 24 24 هو القصه في نهائي كاس مختلف عشان هم هيبقوا مشغولين 90% بافريقيا فعايشين هيخسروا نقط. الاهلي هو اللي ميت على الدوري وانت وانا بس هختلف معاك في حته. لو انا كسبت الست اشهر انا هاخد مش ضامن ان انا هاخد الدوري. انا معاك اللي انا مستني ده يقع مستني ده يقع بس انا قصدك في حاله التساوي يعني؟ انا التارجت بتاعي اخد الكاس واوصل للشامبيونز ليج. لا يا حسام انا العب على الست ماتشات. العب على البطوله انا حقي ان العب على البطوله لان انت اضعف الايمان لو انت ما كسبتش الست ماتشات خدت الدوري انت على الاقل هتشارك افريقيا ودي قصه لازم ترجع تاني للزمالك لان احنا بقالنا سنتين وضع ان هو تلعب كونفدراليه ولا تبقى مبسوطه لا ده الشغل الطيب ده مش هيجي معانا تاني. يعني خلاص يعني قفلنا فاهم. بيراميدز بيلعب فاينل افريقيا وانت تخرج من مش عارف بلاطه الجنوب افريقي ولا بس انا عندي اقتناع احنا مش هنكسب الست ماتشات والاهلي مش هيكسب الست ماتشات ولا بيراميدز هيكسب. بس انا بقول لك حاول عليهم دروب هنا ودروب هنا ودروب هنا العب عليهم. انا شايف في حاجه كويسه برضه المفروض موضوع الثلاث نقط بتوع ماتش الاهلي دول هتتحسم يوم 9/5 تقريبا مش كده 8/5 ما عنديش معلومه بس انا كده رايي في القصه دي ان هي مش هتحسم موضوع قصه مهمه قصه مهمه خلي بالك مش هتتحسم وفقا الموضوع خلصان. مش هتكسب لا الرابطه مش هتحسم القصه دي ده رايي. القصه هتوصل للكاس ولا هتروح فين؟ هتروح لكاس الكاس ولا لا، بس هيعملوا ايه؟ ما هو لازم ياخدوا قرار حتى يعني لو راحت الكاس لازم في قرار. هو القرار المتوقع ان هو هيأيدوا قرار بس الرابطه ان هو خصم 3 التاني. نقط بتاع الماتش بس. التاني فانت بالتالي الزمالك بيراميدز هيروح يشتركوا خصوصا الكاس خصوصا القصة اتحل بعد هناك. خروج الاهلي بس بعد خروج الاهلي الموضوع منتهي. بص برضه في جزء تاني في الروايه دي ان هو شكل الدوري لما يقرب لميعاد اللجنه او ميعاد قرار اللجنه شكل الدوري هيحدد بنسبه كبيره قرار هيكملوا وده سبب التأجيل على لا بالعكس هينقذوه. مفيش كلام ده. لا هينقذوه. انا بقول لك هيحدد بنسبه انا كبيره. دلوقتي القرار من 8/5 احنا عندنا ماتش يوم الخميس ده يوم واحد هتلعب ماتشين او 3 قبلها وهتلعب ماتش بعدها يوم الاثنين وده الماتش الثالث يعني 3 ماتشات قبل القرار 3 ماتشات من السته هنبقى عرفنا الدنيا رايحه فين. ايوه انت هتلعب مصري بنك سيراميكا بالترتيب قبل القرار وانت الثلاثه دول انت اصلا لو ما كسبتهمش انت لسه انت لو ما رحتش كسبتش بيراميدز. المصري انت لو ما كسبتش المصري خلاص يعني انت الثلاثه دول تنورت. لو ما خدتش 9 نقط انا بالنسبه لي ما بقتش فارقه بقى الاهلي يتخصم منه ما تخصمش منه لا انا ميت على القرار. هو انا ميت انا ميت على بس لازم انا ميت على القرار القرار ما اكسبش لازم انا ميت على القرار وانا ميت على القرار بكسب. لا احنا مش عايزين تبقى دي النغمه لان بس اقول لك على حاجه انت يا سيدي ما كسبتش المصري ولا تعادلت مع سيراميكا ولا خدت 4 من 9 والاهلي خد الثلاث ماتشات. الاهلي يا حبيبي افرض خسر لا افرض انت زي يعني انت بتفترض السيناريو الاسوء للزمالك افترض السيناريو الاسوء للاهلي كسب الثلاث نقط ما تجيش جنبها لان ده هي لائحه يا جماعه اتطبقت اكتر من مره على الزمالك قبل كده اكيد فاحنا مش عايزين نجادل ومش هنبقى افقه من الناس اللي اتكلمت في الموضوع. انا راجل عالمي شويه اللي حصل في ماتش ريال مدريد مش نفس الفكره. الريال هدد بالانسحاب الاتحاد الاسباني رد عليه بس راح راح عشان خاف من اللي هيحصل لو انسحب والقصه هو ما فكرش يهدد هو فكر يتكلم الصبح بعد الظهر كان الموضوع خلصان. نفس الفكره احنا لو كان فكر كان هيتنفذ عليه. ليه بقى انا مش لازم انا عشان النادي الاهلي فابقى خايف منه من القرار. هو القرار على الكل. انا كان عندي فكره المره اللي فاتت كان عندي قضيه بلاش عليها لاعب الاهلي المؤجلات وانا عاوز وبعد كده العب مع الاهلي. انا نفس الاهلي عنده قصه مفيش مشكله حقه بس ما راحش الماتش اخصم عليه لازم يخصم عليه. الموضوع ده منتهي. هو يا جماعه لائحه واضحه والله مش عارف ليه كل اللي احنا 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 محتاجين نكسب بس هو لكن تعادل في خساره في مكسب ما بقاش ليه لازمه بقى كل عام وانتم بخير ما بقاش ليه لازمه. يعني سيب الست ماتشات هتبان كل حاجه بس هو زي ما بقول لك ايوه العب عليهم للاخر يوم الاربعاء والخميس يعني يا تاخد دوري ان شاء الله يا تلعب افريقيا وده يبقى التارجت بتاعك السنه دي مع فاينل كاس. بص هو يوم الاربعاء هيحدث حاجات كتير برضه. هو دي ميزه برضه بالك الاهلي هيقابل بتروجيت سخيف وكمان الاهلي المفروض يعني الدنيا هتبان حالته مدير فني جديد الدنيا مش متظبطه هو مين مسك كمان فهتبان. بتروجيت سخيف جدا يعني فرقه بيلعبوا كوره السنه يعني دي. على فكره عامل ماتش مع بيراميدز تعادل تقريبا الدوري تعادلوا معانا تقريبا تعادل معانا تعادلوا معانا في اخر دي احنا تعادلنا معاهم تقريبا تعادل معانا فهو فرقه مش مالط يعني. كسبوا الزمالك في الرابطه الاسيست بتاع عبد الله بيراميدز هيلاعب مين؟ حرس يعني ده ماتش متناول. هم ممكن يقعوا الاهلي وبيراميدز يقعوا واحنا نروح قاعدين وراهم اول اسبوع واحد. طيب احنا التشكيل ممكن يبقى ايه في الماتش اللي جاي؟ في سؤال هو مفيش رفاهيه يعني عايزين نحط ال 11 كده والحلقه اللي بعدين نشوف احنا صدقنا ولا خيرنا. خلاص هي الستة باك رايت عمر عواد صح؟ اكيد طبعا دوري عواد هتلعب بعمر وهتلعب مش عواد كان مصاب هو صبحي كان قاعد 3 ايام مصاب. هو عواد فعلا مصاب. هو عواد مصاب اساسا. مشكله في الركبه الايام دي. ماشي عواد من صبحي ما مش يعني مشكله الاثنين زي بعض يعني قصه ماشي باك رايت اكيد هتلعب بعمر هتلعب بصلاح
الونش، وهتضم حسام، وهدور لك على باك ليفت لان بنتايج موقوف. بنتايج موقوف. الونش مش هيلعب برضه. الونش برضه صح. نلعب بالزناري. الونش مش هيلعب ليه؟ موقوف. انت في الحاله دي هتلعب 4 مصدق؟ وهتلعب بالونش حسام عبد المجيد قصدي، ومحمد حمدي موجود المفروض هو ممكن احمد مفتوح. حسام يلعب على فكره، ايه هو المشكله؟ كابتن الفريق فتوح فين؟ هو اللي هيلعب. ما علينا، احنا نستحمل. ربنا يكرمه ان شاء الله. بس افتكر الكوره الاول يعني. بس واحده عمر صلاح الونش سوري عمر صلاح مصدق حسام عبد المجيد، حسام مجيد الزناري او احمد حسام فتوح. لا ما احنا بنلعب 3 دفاع. هتلعب احنا بنلعب بثلاثه. خلاص دي الخطه بتاعتنا. طيب الزناري وفتوح ادي كده 5 اللي ورا. تمام. بس نص الملعب كده كده فيهوش شهري كتير يعني. اعتقد هو دونجا وعبد الله وناصر، ادي دول الثلاثه في نص الملعب. دونجا عبد الله وناصر. بس ماشي هو رجع خلاص، الراجل قصه خلصت مش ناصر وشحاته برضه. شحاته خلاص بقى ينزل اساسي دلوقتي. شحاته ما يقعدش. انت ممكن نفس اعتقد شحاته هيخش. انت صح لان مفيش كده كده جناح لا يمين ولا شمال الحمد لله. فاعتقد هيزق ناصر جناح وشلبي شمال وعبد الله وناصر او اعتقد هو بيبدا بالجزيري اخر فتره، فاعتقد هيبدا بالجزيري برضه. الموضوع ما فيش الحمد لله. بالنسبه للتبديلات ما فيش. حلوه قوي نكمل بدون. ليه عندنا ناصر اسطورتنا يا رب انا بس نص اعتقد بره شيكابالا مصاب. عندك محمد حمدي دكه، واحد من الاثنين هيبقى دفاع، يا زناري يا احمد حسام دفاع. عندك جهاد في نص الملعب، محمد السيد في مش هنقدر البطوله. ننسى الكابتن كوستا طبعا اللي عندنا ده. كمان كوستا وعندك لا سكواد الزمالك الدنيا واقعه خالص. بسيط خالص، بسيط في البسيط منه عند ال11 وما تتوهش فيهم، هو انت عارفني. هم عندهم مشاكل صعبه. بس ربنا يهدي الراجل اللي ماسكنا ده وينسى فكره التعادلات شويه. مشاكلهم صعبه قوي. ان شاء الله باذن يعني خلينا نشوف اللي هيحصل يوم الخميس. يوم الخميس. وان شاء الله. هو الاهلي الاربع. بعد الاربع. الخميس. عندي احساس ان يوم الخميس الدنيا هتخلص مش عارف ليه. لا انا الوحيد تقريبا اللي متفائل فيكم. احساس. انا متفائل فيكم بقول لكم ان شاء الله بامر الله ان شاء الله 6 ماتشات مع الزمالك. لا سيبك منه ده. بس هو ان شاء الله الماتش بتاع ان شاء الله الزمالك ماتش كتب لنا وهتبقى هي احلى دوري ان شاء الله ناخده. لا هي الساعه 8 اخر بيراميدز يكسب ان شاء الله. ماشي بالتوفيق ان شاء الله الماتش الجاي. ماشي يا رجاله، حد عايز يقول اي حاجه تاني في الاخر؟ ربنا يستر. تمام ماشي. السلام عليكم.